أعزائي مشاهدي اليوم السادس، أهلا بيكم ورجعنا لكم بعد فترة غياب طويلة بأحداث كتيرة قوي موجودة في شهر 7 هنلخصها لكم النهاردة في حلقة النهاردة. غادة السعدني زميلتي في البرنامج اليوم السادس، أهلا بيكي. مجدي يوسف، اهلا بيك. وحشنا اليوم السادس، وحشنا ان احنا نقابل الجمهور لايف. اهلا بيكم. مش هنطول عليكم ونبتدي على طول بأول حدث حصل لنا في الفترة اللي فاتت، وهو قرار جديد بضم وزارة الهجرة لأول مرة، أو بعد فترة طويلة كانت طول عمرها وزارة الهجرة للمصريين وشؤون المصريين بالخارج وزارة قائمة بذاتها. بيحصل لها ضم في الوزارة الجديدة مع وزارة الخارجية، وده ليه تبعيات جديدة هنتعرف عليها كلنا في الفترة اللي جاية دي. هل أنت مع ولا ضد ضم الوزارة؟ كانت أحسن لو كانت وزارة قائمة بذاتها تراعي شؤون المصريين بالخارج، ولا وجودها في حضن وزارة الخارجية هيسهل كتير من إجراءات وأحداث وقوانين ومشاكل كتيرة كانت ممكن تأخر صنع القرار أو اتخاذ القرار أو تجديد اتخاذ القرار؟ وده اللي احنا بنحاول كلنا بصدده دلوقتي. ايه رأيك يا غادة في موضوع الضم ده؟ نيو موف وتحرك جديد، وبنأمل ان هو يكون الافضل. معالي السفير نبيل حبشي هو اللي هيبقى قائم باعمال وزاره الهجره لشؤون المصريين بالخارج. بنبارك له ونقول له اهلا فألف بيك مبروك. معانا، لان هو ضيف جديد علينا في الهجره. ايوه، وان شاء الله كده يبقى في كونتريبيوشن او تعاون كتير بيننا كمصريين بالخارج وبينه. واول الفعاليات اللي هتحصل قريب جدا يوم 3 و4 أغسطس هيبقى في مؤتمر المصريين بالخارج في نسخته الخامسة، هيعقد في مصر في التجمع الخامس. ودي هتبقى أول الفعاليات اللي احنا هنتابعها عن قرب ونشوف ايه اللي هيحصل. هيكون طبعا بوجود سيادة السفير نبيل الحبشي، فنتمنى ان هو يكون مؤتمر موفق ويبقى فيه قرارات جديده مفيده لينا كمصريين بالخارج. هنترقب، واكيد الحلقه الجايه هندي ابديت للساده المشاهدين باللي حصل في المؤتمر. انت دايما بتحضري المؤتمر ده في مصر، وكنت بتحضريه قبل كده في مرات كتيره، وكان بيبقى ليه تأثير كتير على او كبير على المصريين في الخارج، لانه بيشاركنا فعاليات كتيره وبنعرف بيعرفنا ايه احنا القرارات بايه اللي بيحصل بالظبط. فبيحطنا في الصوره على الاقل. وبرده الحقيقه فعلا المؤتمرات اللي انا حضرتها بيبقوا كل الوزراء المدعوين، على راسهم طبعا وزيره الهجره كانت السابقه طبعا معالي الوزيره سهى جندي، بنوجه لها كل تحيه طبعا. وطبعا السنه دي اكيد هيحدث نفس الكلام. بيبقوا في جلسات مفتوحه والناس بتشترك وبتتكلم وبتسال وبتقول مشاكلها وبيسمعوا، وبعد كده بيطلعوا بتوصيات. فنتمنى انه ده يكمل ويكون لمزيد من الفايده للمصريين بالخارج. والحقيقه فعلا الوزاره السنين اللي فاتت دي كانت بتتفاعل. بس احنا خلينا نقول ان احنا معالي السفير نبيل الحبشي معاه شيله تقيله، بمعنى انه في حاله غضب شديده موجوده حاليا في الجاليه المصريه في كندا. واحنا اتهممنا بالمشكله ده عشان دي موضوع الفيزا. وفي حاجات كتيره قوي، موضوع القنصليه كمان. يعني احنا طرحنا، هو يعني طلب مننا نشارك بايه المشاكل اللي احنا بس حصل حاجه كويسه جدا النهارده، وده كان رد فعل ايجابي نتيجه انه على فكره في ناس كتير قوي ده لما خبر لسه براند نيو، ما بقالوش ساعتين عندنا خبر جديد. انا عايزك انت تقولي الخبر. لا اتفضل انت. لا هو احنا كان طلب كبير قوي مننا، كانت كتير من الجاليه عايزه نقيم قنصليه في تورونتو لحد ما نحل المشكله دي، لانها برضو من الطلبات اللي متاخره ومطلوبه ومخطوطه في جدول وحمل سعاده السفير نبيل حبشي، ان هو على عاتقه واخد المواضيع دي كلها عشان يبتدي ياخد فيها اكشنز. انما هو بسرعه جدا لقينا رد فعل سريع. وكانت بقالنا فتره كبيره القنصليه في مونتريال كانت زمان بترسل لينا في ميسيساجا وفد بعثه بتقوم بدور كبير بانها تحل كل مشاكل المصريين اللي موجودين في تورونتو واحنا جاليه كبيره، احنا من اكبر الاعداد بالظبط، وماركم وكل المناطق الويست والايست من تورونتو. فتفضل مشكورا.
باعلان سياده القنصل سياده القدس محمد محمد فخري فخري، بنوجه له بنوجه تحيه، له كل وسياده التحيه السفير طبعا برضو وسياده احمد السفير حافظ، احمد اكيد ده حافظ. قرار مجمع. فقرروا انهم يبعتوا لنا بعثه بعثه. البعثه دي قريب قوي كده، هتبقى يوم 17 17 اغسطس. اغسطس. هنحط الموعد والمكان والمكان في على ميسيساجا هي الشاشه هتكون في اول ارت ستوديو، اول ارت ده ستوديو، في ميسيساجا. العنوان هيبقى موجود وهيبقى اليوم على كامل. السكرين. واللطيف ان هو مش لحاجه معينه، يعني في جميع الخدمات اللي ممكن المصري يحتاجها هيلاقيها موجوده كاوبشنز او تعالوا نحل بالظبط النقطه دي ونوضح لكم ايه اللي هيقدر يتعمل في الوقت ده. هيتعمل اهم حاجه، ودي كانت مشكله كبيره قوي، التوكيلات ايوه المصريه، ودي ممكن تخلص في نفس اليوم. طيب ازاي هنعملها؟ الشخص اللي كان عايز يعمل التوكيل ممكن يجي بنفسه ويشوفوا الموظف المختص، وبيمضي له على التوكيل البنكي او التوكيل العام او التوكيل الخاص. وكل التوكيلات موجوده على صفحه القنصليه المصريه على الفيسبوك، ممكن تدخلوا عليها بالظبط. وتقدروا تختاروا التوكيل اللي انتوا عايزينه. راجعونا واحنا على صفحتنا في اليوم السادس هنرد عليكم لو عندكم اي استفسار على التوكيلات، نقدر نعرف التوكيل. طيب هنقدر ندفع ثمن الفلوس ازاي؟ لازم مش هيبقى فيه كاش ولا هيبقى فيه مكنه لغايه دلوقتي، بس احنا في مفاوضات وكلام بيننا وبين القنصليه ان هم يكونوا معاهم اي وسيله دفع موجوده. لكن لو ما كانش ده هيحصل قبل يوم 17 ولحد دلوقتي مش موجود وسيله الدفع، غير ان احنا بنعمل الماني اوردر من البنك بالقيمه اللي موجوده على الصفحه في الفيسبوك اللي موجوده. مثلا القيمه مثلا بتاعه التوكيل $80 مثلا، هتخش تشوف الرقم والقيمه تتاكد منها وتطلع بنك ماني اوردر او بنك درافت او ماني اوردر بالقيمه دي، وتاخده معاك اللي باسم القنصليه، وتروح معاك التوكيل يعمل لك الاجراءات، تسلمه الفلوس، يسلمك التوكيل ممضي وموثق بالطلب اللي انت طالبه. فده هيخلص في ساعتها. في تاني ممكن يتعمل طبعا، عايز تجدد الباسبور والورقه تقدر تجدده، عايز تجدد الحاجات، نعمل الحاجات العاديه. عايز تجدد بطاقه رقم قومي تقدر تعمله، عايز تجدد عايز تعمل شهاده ميلاد لابنك او لبنتك ممكن تعمل ده. كل الاجراءات مش كل الاجراءات بتتعمل، بس موجود تفاصيل يعني كلها هم ليستد كلهم موجوده. بس انا بقول لك الحاجات اللي ممكن تتعمل وانت دلوقتي. شيرتها على صفحتك، انا شيرتها على صفحتي موجودة. وصفحه اليوم وعلى اليوم السادس فالناس موجود. هتقرا كمان الاعلام باستفاضه. وفي كمان برضو الاجراءات اللي احنا عارفينها، اللي احنا دايما بنعملها واحنا فاهمينها، اللي هي لو انت عايز تسافر مصر وانت معاك اي دوكيمنت مصري، فبتاخد دوكيمنت بيأكد على جنسيتك المصريه وتقدر تستخدمه في المطار. أيوة. او لو كان ابنك او بنتك معاه اي شهاده ميلاد ممكن ياخد الدوكيمنت ده. لو اولادك او حد من طرفك مثلا متزوج مصري من شخصيه كنديه معهاش ورق، ممكن تخلص الاجراءات دي برضه من شهاده للمطار عشان تقدر تطلع بيها. انا شايفه ان ده كويس قوي، كل ده يخلص لانه يا اما كان الناس بتبعت اونلاين وتستنى كذا يوم، او كانوا بيسافروا لمونتريال وياخدوا ميعاد، فده كان يعني فاعتقد يوم 17 ده هيفرج او هيحل ازمه لناس كتير، او الناس اللي لو مش نازله مصر تقدر تقدم على الحاجات اللي بتحتاج ان هي تنزل مصر يا تسافر عشان تعمل. حتى لو مش نازل مصر او ما عندكش سفريه قريبه، الورقه دي مش لهاش تاريخ اكسبايري ديت، او يطلع بقى بطاقته اعملها او يقدم على يعني انا بتكلم على الورقه بتاعت اللي انت بتاخدها، هنسميها اعملها لانه هي ورقه للمطار، طول ما اعملها الباسبور طول ما الباسبور الكندي بتاعك فاليد، فدي بتقدر كويس تستخدمها لانها مرتبطه بالرقم الباسبور الكندي بالزبط. فدي اعملها وشيلها. لو عايز تسافر هتقول لي ان شاء الله يكون القرار الفيزا اتلغى، يسمع من بقك ربنا، واحنا بنضم صوتنا لصوتك وبنوصله لسياده السفير نبيل حبشي. لو في اي استفسارات تانية كلمونا، احنا موجودين وهنشارك معاكم وهنديكم ابديتس يوم 17. كمان في حد طلب مني ان هو يتطوع يجي يشارك يساعد في التنظيم. المكان حلو جدا، الاول ارت ستوديو مكان كبير ليه بوابات كبيره ومداخل ومخارج، فهيبقى فيه حلو لو حد من الشباب اللي عايز يساعد في التنظيم. على قد علمي ان في مجموعه نازله تساعد من المجموعات اللي بتقدم عمل خدمي في التنظيم، ولكن اهلا بيكم اللي عايز يشارك في التنظيم يبعت لنا واحنا هنوصله
بالمسؤولين لا ده في الاول كان خبر كويس، واعتقد ناس كتير قوي هتستفاد يومها وتخلص معاملات كامل. هنحط لكم العنوان على الشاشه والميعاد يوم 17 من اول اليوم لغايه اخره لحد الساعه 6 من لحد الساعه 6. يا ريت نستفاد باليوم ده، ويا ريت يكون في تواجد حلو، لان اكيد كل واحد فينا عنده معامله شايلها تحت الترابيزه لانه مش عايز يدب المشوار. يروح. تمام. اخر حاجه برضو بفكرك ان انت هتروح بالمعامله معاك الفلوس في صوره ماني اوردر عشان ما فيش حد هياخد منك كاش، ومعاك برضو لو انت عارف ان المعامله دي مش هتخلص في نفس اليوم، الحاجه اللي هتخلص في نفس اليوم هي التوكيل. غير كده هتاخد مواعيد مختلفه، فلازم تبقى معاك ظرف تاني اللي هو انت عامله ودفعه مؤقتا عشان لو انت عندك تجديد باسبور هيرجع لك عليه الباسبور. لو انت عندك اي ورق انت زي اللي هو احنا كنا زي ما كنت هتعمل لو ما فيش احنا وفرنا عليك دلوقتي الجواب اللي رايح وانتراكشن، ويحس انه مطمن انه تعامل مع حد قدامه، لو حد عنده جاله ما سافرش مخصوص. مظبوط. تمام. طيب دي كده خبرين في الجون. في بقى خبر ثالث، هو اثناء شهر 7 احنا حطينا شويه صور وكانت الناس مستاءه جدا في بعض الجروبات بالذات في ايجي كانوا مش مبسوط. انا حطيت كانوا مش مبسوطين ان احنا قمنا بزياره او تلبيه دعوه السيد معالي السفير المصري احمد حافظ القنصليه الاحتفال بمرور 70 سنه على العلاقات الدبلوماسيه المصريه الكنديه. تخيلوا ان الخبر ده انه السفاره المصريه في كندا بقى لها 70 سنه والسفاره الكنديه في مصر بقى لها 70 سنه والقنصليه كمان والقنصليه كان برضه في نفس الوقت. فده كان احتفال كبير قوي. واحنا في تواصل بيننا وبين سعاده السفير وسعاده القنصل في مونتريال. كان في استياء، وانا فاهم واتفهم غضبكم على موضوع الفيزا وعلى الاحداث اللي فاتت، لكن انا عايزكم تستوعبوا بس الكلام ده بشكل عقلاني. شايفين ايه رد الفعل؟ احنا ادينا لكم خبر ايجابي ان القنصليه جايه بنفسها بالظبط، لان في تواصل مستمر وكل الناس المعنيه بتحاول تساعد وتوصل الاصوات فدونت شوت يور ماسنجر بليز. يعني نفكر بهدوء وبحكمه ونرد على بعض بطريقه محترمه وادميه، لان في ناس كانت بتستهين بالاحداث دي وبالمجهود اللي بيتعمل ومين دول وراحوا ازاي واشمعنى دول. يا حبيبي اللي عايز يجي سعاده السفير كان بيتمنى يشوف اي مصري موجود، وكان لو كان نفسه يجي كان هيبعت له دعوه شخصيه ليه. مفيش حد مميز او غير مميز. انه فعلا معالي السفير احمد حافظ وسياده القنصل محمد فخري فعلا من الناس المتعاونه جدا طبعا، والداون تو ايرث والاوبننج لاي حد، يعني بيسمعوا كل حاجه مهمومين جدا بمشاكلنا، وهم اكتر. انا دايما بقول اللي في الوش يعني هو عنده كل المشاكل. لو احنا مسمين، انا دايما هاني شنوده دايما صديقنا في البرنامج دايما بيقول الفيزا قرار كارثي. القرار الكارثي اكتر واحد اتاثر بيه هو سعاده السفير وسعاده القنصل والفريق العمل الكبير طبعًا اللي مجهود طبعًا، واكيد بيشتغلوا لان الاعداد كتيره جدا ودي اللود زاد عليهم. هم مش اكيد هم اللي قرروه. يعني انت حط نفسك مكانه. انا لو النهارده قنصل في مونتريال بشتغل مواعيد شغلي وعندي قد كذا من الكم من العمل بالزبط. مين اللي هيقبل على نفسه بنفس مصاريفه وبنفس اتعابه يقدر يتحمل ان هو يعمل فيزا لكل كندي بالزبط. عايز فيزا يعني وحط عليها بقى المصريين واولادهم وعائلاتهم ومشاكلهم عشان يديهم فيزا في القنصليه. عايزه نسمع الكلمه بتاعت معالي السفير ووراها معالي القنصل. نشوف الفيديوهات. كلمه معالي سفير مصر في كندا وكلمه معالي القنصل في مونتريال مع بعض. Now, what I would like to actually focus on is education and capacity building, because an important avenue for cooperation between Egypt and Canada is in education and capacity building. Numerous ventures and undertakings exist between both countries. We see this in the active Canadian universities in Egypt, as well as recently mutual cooperation, for example, وزي ما شفنا دلوقتي
معالي السفير. في ايه بعد كده عندنا؟ احنا شفنا معالي القنصل مش كده؟ معانا القنصل ولا السفير؟ احنا شفنا معالي السفير وشفنا معالي القنصل كمان. الفيديو التاني نشوف معالي يلا القنصل. نشوف معالي القنصل. Now, what I would like to actually focus 72nd anniversary of the Egyptian Revolution of 1952. The revolution was a major turning point in Egyptian history and led to far-reaching political, economic, and social changes in Egypt and other countries in Africa. دلوقتي احنا هنحط معالي القنصل مهم. في مونتريال. طيب نحط الفيديو اللي بعده. طيب اوكي. The 72nd anniversary of the Egyptian Revolution of 1952. The revolution was a major turning point in Egyptian history and led to far-reaching political, economic, and social changes in Egypt and other countries in Africa, Asia, and Latin America. Egypt, which is located in a volatile region, contributes significantly to achieving peace and security at the regional and international levels. The unprecedented humanitarian crisis in Gaza after 10 months of military aggression has been a source of deep concern for Egypt. Egyptian authorities have worked هنحط دلوقتي الفيديو بتاع معالي القنصل، مظبوط كده؟ لا هو اتفرجنا حطيناه؟ عليه. اتفرجنا طيب. عليه، اتفرجنا على شفنا معالي القنصل. معالي اوكي. احنا عندنا الخبر اللي بعده بقى. قولي بقى الخبر اللي بعده. شهر التراث، شهر 7 من الشهور الجميلة اللي بجد بتبقى يعني فعلا فيها فعاليات كويسة جدا، وبنريفير ده أو الفضل ده لتنظيم الهيئة الكندية للتراث المصري. فبنوجه تحية لكل أعضاء البورد والمنظمين ليها. حضرنا فعاليات لطيفة جدا في شهر 7، بس من أوقعهم واللي يعني كان كده ليه هيبة وربطتنا بمصر قوي الايفنت بتاع رفع العلم المصري. حضروا برضو معالي السفير، جه مخصوص عشان يحضر رفع العلم ويرجع تاني في نفس الوقت، لانه كان بعدها في موضوع العلاقات الدبلوماسيه ال70 سنه، فكان عايز يرجع يحضر. عضو البرلمان شريف سبعاوي طبعا صاحب المبادره بتاعت ان احنا نرفع علم جدا يعني مصر في برلمان اونتاريو، ودي للمره الخامسه من 2018 على اعتقد او 19 ويا رب يطلع الكلام صح. مظبوط. بس فعلا مجهود رائع كل سنه بيبقى ليه طعم جديد وشكل مختلف، والمره دي كان ليه يعني كان واقع حلو، واقع جميل على كل المصريين. كمان كلمته كانت جميله جدا. تعالي بقى نسمع عايزين نتفرج على الفيديو بتاع كلمه رفع علم مصر على برلمان اونتاريو. 72nd anniversary. Honorable Ted Arnott, thank you so much for your lovely speech. Honorable Mr. Sharif Sabawi, MPP, member of the Ontario Provincial Parliament, Dr. Magdi Neshat, my friend, the President of the Canadian Egyptian Heritage Association, distinguished members of the Legislative Assembly of Ontario, dear friends and members of the Egyptian community, whom almost all of them I know as I stand here, as well as our guests from Egypt, Dr. Khalid Muntasser and Mrs. Samah Abu Bakr Izzat. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here today amongst you for the second year in a row to mark this year's launch of the Egyptian Heritage Month in Ontario with the raising of the Egyptian flag in front of this beautiful Legislative Assembly. The symbolism of this important initiative cannot be overstated. Canadian Egyptians today have more than ever a solid footprint in Canada's society, engaging and actively contributing in many fields. The launch of the Egyptian Heritage Month in Ontario is indeed a celebration. Magdi Neshat, President of the Canadian Egyptian Heritage Association, my friend MPP Sharif Sabawi, you have all our gratitude and respect for making this happen almost, 6 years ago. Without your efforts and the invaluable cooperation of our friends in the Legislative Assembly,
of Ontario, we would not be standing here today. So one in Ontario coincides with another important milestone in Egyptian-Canadian relations. This year, we mark the 70th anniversary of Egyptian-Canadian diplomatic relations. So this month of July is indeed a cause for celebration. We are celebrating the National Day of Egypt. We're celebrating 70 years of Egyptian-Canadian relations, and today we raise the flag in front of the Legislative Assembly, also commemorating the Egyptian Heritage Month. So it is a great opportunity once again to celebrate and promote Egypt's unique culture, traditions, and rich history embodied in the Egyptian-Canadian community in Ontario and their integration into Canadian fabric. I'm proud of you all. وعلى هامش فعاليات مهرجان التراث المصري الكندي، كان في زيارة مهمة جدا لماما سماح أو السيدة سماح أبو بكر عزت وزوجها الدكتور المفكر التنويري الأستاذ خالد منتصر. شرفونا في وقت جميل جدا أثناء رفع العلم المصري على برلمان أونتاريو، وأثناء كل الفعاليات اللي كانت صحيح. موجودة في مهرجان التراث المصري الكندي. اللي كانت معانا وعندها الفرصة الحلوة هي غادة السعداني، زميلتنا غادة السعداني كان عندها فرصة نتقابل ماما سماح. احكي لنا شوية عن الأستاذة سماح أبو بكر عزت وإزاي عرفتي تاخدي منها السبق ده واللقاء الجميل اللي هنشوفه مع بعض. الحقيقة السيدة سماح أبو بكر عزت فعلا إنسانة جميلة جدا، وأنا تعرفت عليها يوم رفع العلم الصبح. طبعا تعرفت عليها هي ودكتور خالد منتصر، بس طبعا إحنا كستات قعدنا ندردش، والحقيقة كان في مجموعة من السيدات الجمال حضروا رفع العلم، وقلت لها تعالي اقفي معانا لو سمحتي واحكي لنا شوية عن ايه قصة ماما سماح، ايه قصة كتب الأطفال، وايه قصة اللي بتلف هي في القرى المصرية بتحكي حكاوي للأطفال في جميع القرى. فده كان بالنسبة لنا احنا موضوع مش عارفينه، فطلع ان الموضوع كبير قوي يا مجدي، وطلع ان هي لقبها سفيرة شؤون الأطفال في مصر، تابعة للمبادرة بتاعة حياة كريمة، وده كان يعني assignment أو assigned من السيد رئيس عبد الفتاح السيسي ليها مباشرة، بجانب ان هي بتكتب كتب للاطفال وبتعمل برامج للاطفال، فستوري كبيره جدا. انا لما اتكلمت معاها لقيتها ليها اصدقاء مش بس اطفال في مصر، كان في اطفال في كندا قابلتهم في يوم السبت اللي هو تاني يوم اللي هو يوم مسرح الطفل. مسرح الطفل. وليها اطفال حكت لنا عن ليها اصدقاء من اطفال من جميع انحاء العالم. ليها اطفال، ليها اصدقاء اطفال بيتعاملوا معاها بحب وشفافيه، لان هي كمان بتقول لك ان عندها علاقه متصله بيهم. عايزه اقول قبل ما نشوف الحوار اني انا اتفرجت كمان على مجموعه القصص والكتب اللي هي كاتباها للاطفال، وهي مبدعه. يعني في قصه اسمها مشكله هي البنوته اسمها مشكله، وايه مشكله بقى مشكله. ده واحد من القصص اللي انا الحقيقه مسكته وقريته وما سبتوش الا لما خلصته، للسن المتوسط، فكان سهل ان انا اخلصه. فدي الست دي جميله واكيد واصله لكل القلوب، ولقينا بيني وبينها ناس كتير قوي مشتركين من مصر كلهم ارقى ما يمكن، فانا كان ليا الحظ ان انا اعمل معاه الحوار ده. الاستاذ خالد منتصر احنا عملنا على حوار قبل كده معاه في اليوم السادس، وليه علاقات كبيره جدا هو دايما بيقول الجاليه المصريه في كندا انا دلوقتي لما باجي بحس ان انا باجي بيتي. ايوه دي حقيقه، انا كنت حاسه كده. بقى بما ان هو في بيته معانا نعتب عليه ونعاتبه ان هو ما وريناش قبل كده ماما سماح جميلة. ودي كانت اول فرصه لينا كلنا نتقابل معاها، وبنقول له احنا للاسف مش هندخلك كندا من غير ماما سماح طبعا. فما تحاولش تيجي لوحدك تاني يا دكتور خالد منتصر. احنا مشتاقين نشوف اللقاء مع ماما سماح. نشوف مدام سماح كمان سفيرة شؤون الطفل في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. قد ايه ده تايتل الواحد يفتخر بان هو قاعد اصلا جنب هذه السفيرة الجميلة. مدام سماح احكي لنا عن هذه التجربة، ابتدت امتى ومكملة ازاي، وايه احاسيسك في خلال التجربة؟ اتفضلي فندم. شكرا. هو دايما الاطفال في القرى احنا بنبقى حاسين ان هم بعيد قوي عن العاصمه،
وهم حاسين احساس متبادل ان هم في الظل، محدش بيكلمهم، محدش بيهتم بيهم. فلما سيادة الرئيس اطلق مبادرة حياة كريمة كان الهدف منها انه القرى الاكثر احتياجا نبدا نبص ايه اللي ناقصها. البنية التحتية من مرافق، من بيوت عايزة تتبني، من مدارس عايزة تتجدد أو تتبني من أول وجديد، كل ده مهم جدا. ولكن زي ما بنهتم بالبنى نهتم بالناس اللي هتعيش في الأماكن دي. طبعا. ولما سيادته أطلق مشروع تنمية الأسرة المصرية كان أهم نقطة فيه إنه تنمية الأسرة المصرية بتبدأ بتنمية الطفل. صحيح طبعا، ده الأساس. بالظبط. يعني شرفت إن أنا تم اختياري إن أنا أكون سفيرة للأطفال. طبعا ده بيتطلب مقومات معينة، أولها إنه الشخص اللي هيقوم بهذه المهمة يكون بيحب الأطفال بجد، لأنه هيسافر أماكن ما فيهاش مرافق، ما فيهاش إمكانيات، هيقعد مع أطفال يمكن يعني بيتميزوا بخصائص معينة، ممكن يكونوا يعني مش زي الأطفال اللي في المدينة، ما عندهمش الإمكانيات اللي في المدرسة اللي تخليهم يعرفوا يتكلموا ويعرفوا يتصرفوا. فهو هيستوعب كل ده ومش هيحسسهم إن هم مختلفين بشكل سيء، ولكن مختلفين بشكل كويس. طبعا طبعا. فأنا وقد ايه تفرق طبعا، تفرق زياره زي دي في يعني تتحفر في ذاكرتهم زي ما بيقولوا. بالظبط. فأنا كنت سعيدة جدا بهذا التكليف. ويمكن أول محطة أو أول قرية أنا زرتها كانت في الصعيد. أوكي. اللي هو دايما متهم بأنه مهمل ومهمش. كانت قرية المعصرة في ملاوي. إن أنا كل ما بروح مكان طبعا بكتشف قدرات ومواهب وطاقات وأحلام عظيمة. في اللي يقولي أنا عايز أكتشف الصحراء، أنا عايزة أبقى زي الدكتور زي حواس وأبقى عالم آثار، طب أنا عايزة أبقى زي الدكتور زويل، أنا عايزة أنقب في الصحراء عن البترول. يعني الولاد عندهم أحلام وأفكار خلاقة. حاجه، ده شيء عظيم. وان هم يحسوا ان هم ريكوجنايزد، ان في حد من يعني حد مسؤول بيجي وحد معروف، وقد ايه هم يبقوا متشافين. دي حاجه فعلا ممكن تفجر طاقات ويطلع منها في المستقبل صحيح. شخصيات متميزه. وبعدين أنا لما بتنتهي الزيارة ما بتنتهيش كده وخلاص هي خلصت، لا أنا بفضل على تواصل معاهم. الله. يعني فبيبقى العلاقة بينا مستمرة. وحضرتك بتروحي بقى الروتيشن بتاعك عامل ازاي؟ يعني كل مثلا قد ايه بتروحي قريه او بلد، او يعني شكل التريبس يعني بتاعتك كل عامل ازاي؟ أسبوع 10 أيام أنا في مكان. ياه. بقالك قد ايه مدام سماح كده؟ يعني دلوقتي تقريبا 2 الله، ده تفرغ. ده يعني تفرغ. انا كمان ساعات بروح المحافظه اكتر من مره. يعني مثلا محافظه البحيره انا رحت قريه اسمها الابعديه، وبعد كده رحنا قريه تانية اسمها كوم البركه. الغربيه رحت قريه اسمها نهطاي، ده محمد صلاح نجريك في الغربيه. وشفت المدرسه اللي كان بيدرس فيها وقابلت اهله. الله. ودي كانت من الحاجات الحقيقه اللي انا كنت سعيده جدا بيها. ليه؟ لان انا قعدت مع الولاد في الفصل اللي هو كان فيه، وده تكلمهم عن بداياته. كان الهدف ان الولاد تعرف ان اي حد وصل لقمة هو تعب قد ايه، وان احنا لازم نجري ورا احلامنا. طبعا طبعا. وان هو تعب قد ايه عشان يوصل اللي هو فيه، وكان بيسافر يوميا من القرية لحد القاهرة عشان يتدرب ويركب مواصلات، ويمكن ما بينامش، لكن ما سمحش لحد يوقف حلمه. اتكلمنا عن يعني ايه طاقه سلبيه وطاقه ايجابيه، وان ازاي ان الواحد ما يسمحش لحد ان هو يثبط عزيمته او همته طالما هو مقتنع انه بيعمل حاجه صح. مدام احنا كمان دلوقتي في سبيل، يعني ده حصري بقى اليوم السادس، في سبيل اتراك مبادره مخصوصه، انا مشروع تقدمت بيه يعني للمسؤولين للولاد في القرى تحديدا، حياه كريمه بعيون صغيره. اللهم هيبقوا انفولد بقى. هم دي مسابقه معموله ليهم هم. مسابقه في الرسم، في الموسيقى، في الشعر، في الالقاء، في حد عنده مهاره انه يعمل فيديوز صغيره. دي اللي في القرى. بحس ان انا كل واحد في قريته يكلمنا عن القريه، عن ايه اللي حصل فيها بالهوايه اللي عنده، يعبر بقى بالموهبه وايه اللي يتمنى انه يحصل فيها، بالموهبه اللي هو حاسس ان هي يقدر يعبر بيها. حضرتك نورتينا النهارده جدا، واحنا في منتهى السعاده. اليوم السادس نور. ميرسي، منور بيكم والله.
أنا اللي سعيدة النهاردة كنت معاك، وشكرا لليوم السادس، وشكرا للهيئة الكندية للتراث المصري إنها فكرت أساسا تعمل نشاط للأطفال. ده شيء جميل وشيء قيم، وامبارح كان اليوم ممتع مع الأطفال. امبارح اليوم كان جميل، انا كنت شايفه كل النشاطات في منتهى الجمال، ومسرح الطفل وندوات ده حضرتك حقيقي. الولاد كانوا مبسوطين، واتكلمنا وضحكنا ولعبنا، وشفت قد ايه مصر في قلبهم، وده هو الهدف. حلو قوي. والنهارده كمان في ندوه إن شاء الله. لحضرتك، ناخد مقتطفات منها طبعا يسعدني. ونحطها معانا في الحوار ده ان شاء الله. ان شاء الله يسعدني. واشوفك دايما دايما متالقه وعلى ميرسي خير. يا حبيبتي، الف شكراً يا شكر فندم. يا ورجعنا لكم تاني أعزائي مشاهدي اليوم السادس، ونرجو تكونوا استمتعتوا معنا. كانت حلقة دسمة اتكلمنا فيها عن كل الأحداث اللي مرت بيها الجالية المصرية في شهر 7. ده كان شهر حافل بأحداث صحيح. كتيرة هنا وهناك. في مصر وفي كندا. ده حقيقي. أهمها ونلخصهم في أنه ضمت وزارة الخارجية لوزارة الهجرة، بقت تتبع وزارة الخارجية. ومؤتمر مصريين في بالخارج الخارج بكره وبعده، بكرة بعد وبعده. يوم 3 ويوم 4. وبنفكركم انه بعد طول طلبات وصوتنا وصل للمسؤولين زي ما أيوة. كنا الناس كانت مستاءة شوية ومتضايقة، لكن زي ما شفتم نتيجة الحوار المتواصل بين أبناء الجالية وبين مسؤوليها قدرنا نرجع تاني. يبقى عندنا لجنة جاية من الخارجية، جاية من القنصلية المصرية في مونتريال، موجودة يوم 17 اليوم كله، هتأدي مجموعة من الخدمات اتكلمنا عنها في أول الحلقة. اتكلمنا عنها تاني، تمام. ولو حد عايز يعرف تفاصيل يا إما يرجع للحلقة يا إما يبعت لنا على الخاص عشان نتواصل معاه. واتكلمنا عن 70 سنة، مرور 70 سنة على إنشاء أو العلاقات الدبلوماسية المصرية الكندية، واللي يمكن تكون سبب فتحة خير لرجوع أكيد. المعاملة أو إنهاء المعاملة بالمثل، أو يمكن يعملوا لنا هنا فرع. أو يبقى لنا الخطوة الجاية يعملوا فرع في مساجة أو في تورونتو. ده حلم كبير هيفرق معانا جدا. شهر التراث، واتكلمنا عن شهر التراث، رفع العلم مصر، وزيارة خاصة نورتنا مدام سناء، السيدة سماح أبو بكر وحبيبنا الدكتور خالد منتصر. أكيد. أعزائي مشاهدي اليوم السادس، يا رب تكونوا استمتعتوا معنا بحلقة ملخصة لكل أحداثنا اللي كانت موجودة في شهر 7، ونرجع لكم تاني بسيزون جديد من اليوم السادس. خليكم معنا وهتشوفوا حاجات جديدة في اليوم السادس. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.